مقتل إقبال التركية وعائشة نور على يد سميح جليك في جريمة تركية التي أثارت الرأي العام التركي خلال الأيام الماضية. جريمة مروعة راح ضحيتها الفتاتان إقبال أوزنور وعائشة نور خليل. ارتكب الشاب يدعى سميح جليك جريمتي القتل البشعة قبل أن يقدم على الانتحار بالقفز من سور قلعة تاريخية في اسطنبول. هذه القصة شهدت تفاصيل صادمة وحشية. في صباح يوم 4 أكتوبر 2024 التقى سميح جليك البالغ من العمر 19 عام بضحاياه. البداية كانت مع عائشة نور خليل، التقى بها خارج المنزل ورافقها إلى مخبز قريب لشراء الخبز لتناول الإفطار. كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة كشفت هذا اللقاء. ظهر الاثنان يسيران معا باتجاه المخبز. بعد شراء الخبز أخذ سميح الفتاة إلى منزله في منطقة سلطان أيوب باسطنبول، وهناك ارتكب جريمته الأولى بقتل عائشة. بعد الجريمة استخدم هاتفه المحمول للاتصال بالشرطة وإبلاغهم بأنه ارتكب جريمة قتل. بعدما ارتكب سميح جريمته الأولى توجه إلى أسوار المدينة في منطقة الفاتح، حيث كان على موعد مع ضحيته الثانية إقبال أوزنور، وهي فتاة أخرى في نفس عمره كانت تربطه بها قصة حب حسب ما قالت المصادر. لكن اللقاء تحول إلى مأساة جديدة عندما أقدم سميح على قتل إقبال بطريقة وحشية. لم يكتفي بذلك، استخدم سكينة كونه يعمل جزارا لتقطيع أطراف إقبال، وفصل رأسها عن جسدها وحمل الأحشاء وصعد بها إلى قلعة أدرينيكابي، وهي قلعة تاريخية في وسط اسطنبول. ألقى بأشلاء حبيبته السابقة من فوق السور قبل أن يقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من القلعة. حسبنا الله ونعم الوكيل.